في مسلسل شارب اوبجكتس الام طالعه عندها اضطراب خطير جدا، خليها دايما حاسه ان هي محتاجه ان اللي حواليها يحتاجوها. دي الطريقه الوحيده اللي هي فيها تحس بالحب. فالموضوع وصل بيها ان هي كانت بتحط لاولادها سم فران جوه ادويه وتديها لهم علشان يفضلوا مرضى ودايما يحتاجوها. هل في حاجه اسمها كده؟ طبعا. مش بس بيخليك تحتاجه بالطرق الصح والغلط، هو كمان ممكن يوقع بينك وبين اي حد هو شايفه في حياتك ممكن يبقى مهم علشان ما يتبقالكش غيره. وطبعا تقدروا تسمعوا عن قصص اصعب من كده في كتير في الدوكيومنتريز اللي هتلاقوها اونلاين او الحلقات بتاعت استاذ سامح سند. انا عايزه اقوله ايه؟ ان الاب والام دول ما هماش كائنات جايه من السماء، هم بشر عاديين جدا، ممكن يكون عندهم اضطراب عقلي يخليهم ياذوكوا او ياذوا كمان نفسهم. فايه اللي احنا لازم نفهمه؟ ان بدل انا بدات اشوف ان في تصرفات سامه من الاب والام، انا حقي ان انا اخد دور واقف اتعلم ازاي احط حدود واحمي نفسي، ولو تطلب الامر هخرج اصلا من البيت. الفكره بقى هي ان اللي بيحصل الابتزاز العاطفي هو ده بالظبط اللي حصل في المسلسل. لما البنات بداوا يدركوا ان هما بيتعبوا اكتر بعد الادويه اللي هي بتديها لهم، فادركوا ان هي اكيد في حاجه بتحطها لهم في الدواء عشان يتعبوا ويفضلوا قاعدين جنبها في البيت، فقررت البنت تقول لها لا انا مش محتاجه الدواء ده، انا كويسه. بدات بقى تلعب عليها لعبه الابتزاز العاطفي اللي حافظينها كلنا، اللي هو خلاص انت مش محتاجاني، انا ماليش لازمه، انا ماليش مكان في حياتك. فراحت البنت قالت لها خلاص يا ماما انا مش عايزاكي تزعلي مني، انا بحبك هاخد الدواء. وفعلا خدت الدواء، هي عارفه ان هي ممكن تكون بيتم تسميمها دلوقتي. هو ده بالظبط اللي بيحصل من الاباء والامهات لما اولادهم بيبداوا يحطوا حدود، ان يبداوا يلعبوا معاهم العاب نفسيه ابتزاز عاطفي. مش بس كده، بيدخلوا الدين فيها، انا مش هرضى عنك، ده انت هيحصل لك حاجات وحشه، ده بالوالدين احسانا. وعلشان كده الحدود الصحيه هي الصح. لو انت واقف في مرحله حاسس ان انا مش عارف الموقف اللي بتاخذه مع بابايا ومامتي ده صح ولا لا، بترجع لشخص مختص، بنناقش كل حاجه وبنعرف علميا ايه اللي ليا وايه اللي عليا تجاه بابا وماما او اي شخص.